السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهارده بقى هنعمل ايه؟ محشي مشكل. بس النهارده انا عندي كنا جبت لفت وخللته، وبس للاسف ما صورتوش ساعة ما بخلله. خلاص. عندنا النهارده ده ورق لفت، بيبقى جميل جدا، بيبقى زي الزبدة كده في المحاشي. وعندنا الكوسة، وعندنا الفلفل، وانا بحب احشي الفلفل ده، بيبقى جميل جدا في المحشي، وفلفل اخضر، وطبعا الطماطم والخضرة بتاعتنا دي. كل ده الحاجات دي انا غسلاها ومجهزاها، وهنشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. هنسمي الله بقى ونبدأ. عندي بصلتين اتنين اهم، وعندي وسلقت حطيتها، بس غسلت. انا قلت لكم ان انا غسلاها، حطيته يا دوبك، غليت الميه ورحت سقطاه في الورق اللي هو بتاع اللفت اهو. وده اللفت اللي انا خللته اهو، اوريه لكم برضو اهو. ده اللفت اللي انا مخللاه. وضغطت الطماطم، حطيت فيها معلقه سكر وحته هريسه من اللي انا مفرزاها، ومكعب مرق الدجاج، ضربتهم في قلب الخلاط. هبشر البصلة بقى. بشرت البصلة اهي. هبدأ بقى احط عليها التوابل: ملح، كمون، فلفل اسمر، كزبرة، نعناع. بحب انا اكتر من النعناع. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بقى ايه، ادعكهم كويس جدا عشان ينزل البصل ينزل المية بتاعته. دي طريقة جميلة، ني في ني، بس بتخلي الحاجة طعمها تحفة. بعدين هنزل بقى بالرز. بسم الله. اقلبه في البصل كويس قوي. هنزل بقى بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين هقطع الخضرة واحطها عليها. هنزل بقى بالخضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة طالعة تحفة. هنزل بقى بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلطة بقى روعة، ولا تسبيكة ولا اي حاجة، وني في ني ويريح المعدة وجميل. بس نبدأ بقى نحشي. جهزنا الحلة بتاعتنا اهي، فرشة فيها في الارض بصل وطماطم وشوية خضرة. نبدأ بقى بسم الله. هخلص بقى باقي المحشي كله وارجع لكم بقى تاني. بسم الله ما شاء الله، خلصت الحله كلها اهو زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى احط ايه الشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نكترش من الشوربه، يا دوبك يبقى قرات كده باين من يعني الصف الاولاني يبقى باين من الشوربه. خلاص كده كفايه. وبعدين بقى احط ايه طبق فوقها كده بس، واغطيها بقى وخلاص واعلق عليها. ولما نخلص خالص هوريها لكم باذن الله. ايه رايكم بقى؟ خلصت اهو. شايفه صباع المحشي؟ اتفضلوا معايا. سخن والطعم طالع روعه وني في ني. وما تنسوش اللايك. وانا بشكر كل اخواتي اللي هم جداد عندي في قلب القناة، سواء من مصر او من خارج مصر. وبشكر كل اخواتي اللي هم دايمين معايا من القناة من اول ما فتحت القناة. ربنا يجعلكم سند لينا ويجازيكم خير. واقول لكم ايه، اتفضلوا معانا وبألف هنا للي هياكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.